تبون يرفع الراية البيضاء من خنشلة أمام الإمارات ومحمد بن زايد. أرواح تسمع الكوارث. أرواح صور الفوضى التي أمامكم هي من زيارة الرئيس المعين عبد المجيد تبون اليوم إلى ولاية خنشلة. قبل ما نعرفوا العلاقة بين زيارة تبون إلى خنشلة ومحمد بن زايد والأزمة اللي افتعلها النظام الجزائري مع الإمارات والمنتدى العربي الصيني اللي كان منذ ساعات، اولا تبون نتسائلوا ما سبب وجوده في خنشلة، بعيدا على انها يعني للاسف من اكبر المزابل في الجزائر اليوم. ولايه خنشلة تحت حكم النظام الجزائري، ناس في هذه الولايه يعيشون خارج التاريخ كليا. الشيء الوحيد اللي اعطى لهم النظام منذ الاستقلال هو مجموعه من الشعارات وولايه ثوار وكذا 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 على قول تبون، ولكن في الواقع لا تنميه لا اقتصاد لا مصانع لا مشاريع تنمويه لا مناصب شغل لا اي شيء. واش راح يدير تبون؟ تخيلوا راح يدشن طريق فيه 14 كيلومتر. تخيلوا راح يدشن 51 كيلومتر تاع سكه حديديه، ماشي قطار سريع، قطار عادي. وكشك قال لك راهي محطه قطار لكنها عباره عن كشك لبيع التبغ والكبريت. يعني وش الفائده من هذا؟ رئيس بلديه تقول له روح دشن طريق فيه 14 كيلومتر يقول لك عيب. يقول لك عيب رئيس بلديه ننزل المستوى هذاك. لكن تبون على كل حال يستقبل رئيس بلديه مرسيليا، ولو انه رئيس بلديه مرسيليا وزنه هيبه ومواقف مقارنه بالرئيس المعين تبون. الان تبون تخيلوا في نفس الوقت اللي كان في خنشلة القاده تاع العالم وين كانوا؟ نتكلم على ما يسمى بالعالم العربي ولا الجامعه العربيه، كانوا في المنتدى العربي الصيني. الصين يا جدك. تبون فضل خنشلة وتدشين 14 كيلومتر تاع الطريق على حدث كبير اللي هو المنتدى العربي الصيني. علاش ما راحش تبون؟ كما قطع القمه العربيه منذ ايام بسبب وجود محمد بن زايد الذي كان في زياره دوله الى الصين وحظي باستقبال رفيع، وكان تقريبا ضيف الشرف في هذا المنتدى العربي الصيني. احمد عطاف اين كان؟ شوفوا وين حطوه. ماشي غير على الهامش خارج الصوره. ما غلطش لافروف لما قال لا وزن لا هيبه لا مواقف بالنسبه لي رفض طلب انضمام الجزائر للبريكس، لأن الصين عضو في البريكس، عضو مؤسس. فهمتوا الآن علاش ما يحترموناش حتى في الشكليات وفي البروتوكول، يرميونا على الهامش، لأن النظام الجزائري جعلنا للأسف وجعل بلدنا الجزائر أكبر أضحوكة ومسخرة في العالم، والله المستعان دائما.